في مهارات في الحياة كده لا غنى عنها بأي شكل، زي اللغة. كده ما خدناهوش في الكلاس. ما خدتوش في ايه؟ في الكلاس يعني حاجه زي مجموعه تقويه يعني. والكمبيوتر. والموضوع كله في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ كمبيوتر ساعات. والسواقة طبعا. السواقة دي مثلا بتفتح لك أبواب رزق وعمل ما كنتش تتخيلها. بالنسبة للرجالة السواقة يعني إنجاز ليومك وشغلك، أمان لأسرتك، فتح مجالات شغل جديدة تماما. في دول بره عشان تسافر وتشتغل فيها الرخصة بتبقى أهم من الشهادة ذات نفسها. سي في يعني. حاجة زي كده. طيب والستات؟ الستات بقى الإيجابيات ما تتعدش، خصوصية، حرية حركة في أي وقت من غير ما تحتاج لحد، الحفاظ على الأولاد، سهولة التنقل بشنط التمارين والدراسة. ده غير إن في وظائف دلوقتي زي مندوبات شركات الأدوية بيشترطوا إنها تكون بتسوق ومعاها رخصة. انا ضد عمل المرأة الصراحة. خلي بالك وانا ضد عمل التماثيل، هتكتر معايا هطيرك. السواقه فعلا مهاره مهمه واستثمار حقيقي في نفسك، يسهل عليك حياتك اليوميه ويفتح لك فرص ممكن ما تظهرلكش الا لو كنت متعلم السواقه. اتعلم السواقه يا اخي. انا محمد ابراهيم، مدير اكاديميه الاوائل لتعليم قياده السيارات، وبنتمنى لكم السلامه في طريقكم. سلام يا قائد.